طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام. شهدت العاصمة المغربية الرباط الليلة 11 من فبراير 2023 قمة كروية في إطار نهائي كأس العالم للأندية على أرضية المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بين العملاق الإسباني ريال مدريد المتأهل على حساب الأهلي المصري بواقع 4-1 وبين الزعيم الهلال السعودي الذي وصل للنهائي لأول مرة في تاريخه وتاريخ كرة القدم السعودية بعد فوزه على فلامينغو البرازيلي ب3 أهداف مقابل هدفين. وأسند الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا المباراة النهائية للحكم الإنجليزي أنتوني تايلور بمساعدة مواطنيه غاري بيسكويك كحكم مساعد أول وأدام نون كحكم مساعد ثاني. وأسندت مهمة الحكم الرابع للصيني نينغ ماجستير. أما في غرفة الفار فسيتواجد الإيطالي ماسيميليانو إيراتي بمساعدة الصيني مانغ فاي والمغربي رضوان جيد. الجمهور المغربي ومحب الفريقين كان في مستوى الحدث وملأ مدرجات الملعب بالأهازيج التشجيعية والشعارات الحماسية التي ألهمت الفريقين المتنافسين ودفعت بهما إلى تقديم كشكول كروي بديع أداء ونتيجة. فبعد دقائق جس النبض سارع الأبيض الملكي إلى فتح باب الخماسية التي تناوب عليها كل من اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور عند الدقيقة 13 و69، فالفيردي في المناسبتين الدقيقة 18 و58، وكريم بنزيما عند الدقيقة 54، فيما ثلاثية الهلال السعودي بصم عليها كل من المالي موسى ماريغا في الدقيقة 26 والأرجنتيني فيتو في الدقيقتين 63 و79. وبهذه الخماسية يضيف ريال مدريد لقبا عالميا خامسا في بطولة العالم للأندية بعد ألقاب 2014 2016 2017 و2018، فيما بات الهلال أول فريق سعودي وثالث فريق أسيوي وثالث فريق عربي يبلغ المباراة النهائية بعد العين الإماراتي والرجاء البيضاوي المغربي. وقبل مباراة النهاية جرت اليوم على الساعة 3:30 بملعب بن بطوطة بطنجة مقابلة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الأهلي المصري وفلامينغو البرازيلي، مقابلة قادها الحكم الجزائري مصطفى غربال بمساعدة مواطنه مقران قراري والتونسي خليل حساني والأورغواني أندريس ماتونتي كحكم رابع. نتيجة اللقاء حسم البرازيليون لصالحهم بواقع 4 أهداف مقابل هدفين. فريق فلامينغو كان المبادر في اختراق صفوف الأهلي عبر تمريرات قصيرة ومركزة وتغلغل في منطقة الجزاء، وهو ما أسفر على ضربة ترجيحية عند الدقيقة 11 بعدما قام أحمد معلول بعرقلة أحد لاعب فلامينغو انبار لها بنجاح غابرييل باربوسا مسجلا أول أهداف الفريق البرازيلي. بعد هذا الهدف تحركت عناصر الأهلي إلى شن هجمات منظمة شكلت خطورة على حارس فلامينغو خاصة من طرف بيرسيتاو ومحمد شريف ليتأتى للمصريين مرادهم في الدقيقة 38 بعدما ترجم أحمد عبد القادر تمريرة ركنية من زميله أحمد معلول إلى هدف التعادل، وهي النتيجة التي آل إليها الشوط الأول. خلال الشوط الثاني استغل الأهلي المصري تراجع البرازيليين وكثف من هجماته التي أسفرت عن حصوله على ضربة جزاء أهدرها أحمد معلول عند الدقيقة 58، لكن ذلك لم يحد من عزيمة الأهلي المصر على تحقيق نتيجة إيجابية. فتمكن أحمد عبد القادر من استثمار تمريرا من حمدي فتحي في الدقيقة 60 من تسجيل هدف ولا أروع بعد التلاعب بلاعب فلامينغو، غير أنه في الدقيقة 77 وعلى إثر خطأ للحارس محمد الشناوي تمكن لاعب فلامينغو بيدرو من تعديل الكفة. ولأن المصائب تأتي تواليا فبعد أن سقطت الكرة من يد محمد الشناوي أبت إلا أن تلمس يد محمد هاني ليعلن الحكم مصطفى غربال ضربة جزاء للفريق البرازيلي سجل منها باربوسا ثالث الأهداف في الدقيقة 84 ليختتم بيدرو الغلة لفلامينغو عند الدقيقة 91، وتنتهي المباراة بواقع 4 أهداف لهدفين لينال الفريق البرازيلي فلامينغو المركز الثالث والميدالية البرونزية ويكتفي الأهلي المصري بالمركز الرابع. إلى هنا تنتهي حلقات هنا الموندياليتو. دامت لكم الأفراح والمسرات. هذا مصطفى حبيب يحييكم وإلى لقاء قريب بحول الله ورعايته.